يا صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. كيفكن؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن. يا الصباح الحلو اللي بجنن. شو حبيبي؟ يا ليكو قاصين العشب وفي عشب على الطريق. اوه شوفوا لي الجو الحلو، الشمس طالعة بس عرفتوا ليه الصورة مو واضحة؟ تليفوني الكاميرا الخلفية بدها تدليك وتنظيف و طمنوني عنكم. شو الأخبار؟ جينز، سنيكرز وشي مريح. ضروري الحمد لله فايقة هيك. شبعانين نوم، هذا أهم شيء، بحس إنه مشان تفيقوا ومبسوطين لازم تكونوا شبعانين نوم، فالحمد لله نايمين منيح وكل شيء تمام. طمنوني عنكم، انتوا شو عاملين من الصبح؟ شو مشاريعكم اليوم؟ وين رايحين؟ وين جايين؟ خبروني. احزروا شو هي اول مرة اترك ليوم بدون ما يبكي ابدا، تخيلوا. والله العظيم كل ما بدي فيق الصبح اول شيء بفكر فيه هي الغصة اللي بدها تجيني وقد بيتركه وهو عم يبكي. فاليوم ما بكي، شربت مي كبيت على حالي. فاليوم ما بكي الحمد لله ابدا عادي، انبسط. بالعكس هو اول ما وصل لهنيك قال لي اسماء البنات اللي بيشتغلوا هنيك انا حابب يروح لهنيك يعني، فان شاء الله كل يوم هيك مشان يشيل عني شوي، لانه والله القصه كثير صعبه. بتصير انتم بتلوموا حالكم وهيك بتحسوا باحساس ما حلو وما بعرف شو، بس هو وقت يكون مبسوط وتتركوا يعني تفترقوا وانتم مبسوطين كل شيء بيكون تمام. جيت بدي ادخل ادرس واحضر شغله هيك، كذا شغله علي خلصهم ونروق. ما جبت معي قهوه اليوم، تاخرت، قلت خلص على حالتين بدي اروح على الكافيتيريا باخذ من هنيك يعني تغيير شكل، فبمشي لحال. هدول ما صار لهم يخلصوا، عندهم رينوفيشن مدري شو. الشنطة تقيلة كلها بسبب الكمبيوتر، حاسة رح اغيره بصراحة. رح اجيب وحدة اصغر شوي، بس المهم اكيد كمان توسع اللابتوب، يعني انه اذا ما بتوسع اللابتوب ما رح اقدر استفيد منها. نشوف المكان اللي بحب اقعد فيه. اتوقع كل خلصنا اول ساعة واخذت استراحة هلا شي 10 دقايق، بعدين برجع ببلش. بصراحة حاسة هون القعدة وقت ما تكونوا بالبيت بتعملوا اكتر، بتخلصوا اكتر، يعني هيك ما بتحبوا انه مثلا تكونوا ما عم تعملوا شيء. ما بعرف اذا في حدا مثلي، بس شوي الاكتر بيزعج شوي. الاصوات احيانا بتخرب انتباه الواحد، فممكن نحط سماعات او ممكن نجيب هدول اللي شو اسمه، يلي انه بيمنعوا الصوت، اللي بيسكروا الاذان. فبس والله عم تمشي القصص بشكل منيح، يعني حاب القعدة هون. اهم شيء المكان المريح اخذته اليوم. هذا المكان مستحيل تلاقوه فاضي، هذا اللي ورجيتكم اياه يلي بيكون معه صوفيات وبيكون جنب الشباك، اطلالته حلوة، القعدة تبعه مريحة، تحسوا حالكم قاعدين بالبيت. اول مين ما بيدخل على المحل يعني بيركض عليه، فكتير قليل بتلاقوه فاضي. منيح اللي نحن فكر الصبح طلعت كانت الدنيا شمس، وين راحت الشمس؟ ما في شمس الدنيا هلا. شوف كتير انه شوفوا كتير شو اسمه، يلا اتذكر اسم الهي، كتير غيم. كتير مغيمة، حاسة حتى انه ممكن ينزل مطر كمان، بس على اساس شفت
شفت الطقس ما كان في مطر اليوم، كان في شمس. فما بعرف. عباية ليوم بتركها بالمدرسة، عندهم مثل مكان بالمدرسة تبعه يعني، بس أنا وصله بترك العرباية كمان هنيك. عندهم مكان إنه مغطى فوق وما بينزل عليه مطر أو هيك، والناس إنه عادي الكل بيترك العربايات هنيك أمان يعني. فبترك عربايته بالمدرسة أنا مشان إنه ليه بدي أمشي فيها فاضية ووجع راس وهي، فبترك لك إياها هنيك. بعدين هلا بس بدي أروح إنه أجيبه بعد شي ساعة ونص. بننزل. تعرفوا إنه حافظان الخطوات كلها والله. أول شي بس نروح نوصل، بينزل بيفتح لي الباب. الباب الأول أنا بفتح لأنه له مثل أرقام لازم الواحد يفتحه. بيفتح الباب بدخل لجوا، بيقول ماما سكور يعني شلحيني، لازم يشلح قبل ما يطلع لفوق. بنشلح من رجلنا، بيعطيني شنطته لأنه مشان يقدر يطلع على الدرج، في مثل طابق لازم يطلع على الدرج، وبيحاول يمسك بتهيلي بتكون جنب الحيط، فبيعطيني شنطته. عنده شنطة صغيرة بحط فيها سياراته. بيعطيني إياها وبياخد بيمشي لحاله لفوق، ما بيرضى ساعده أبدا، لا أمسك له إيده ولا شيء. فبس يوصل بيقول ماما أعطيني شنطتي وبيروح بيفتح الهية وبيدخل. بس اليوم كتير استغربت، كتير استغربت والله. هيك بوسته قلت له باي ماما، هو التهى يعني فورا، التهى بالهية. ما بعرف شو كان عم يعمل اكتيفيتي، التهى فورا وما يعني عادي ما بكي. فالحمد لله يا رب انه سهل علي كتير. هو حتى مبسوط مع الناس هنيك يعني، بتحسوا بتعرفوا مثلا وقت يقول اسم البنت اللي بتشتغل هنيك او هيك بيقولوا مبسوط وبده يروح لهنيك يعني. فحاسه بصراحه اختيارنا للمدرسه تبعه الحمد لله موفقه يعني. اهم شيء انكم تكونوا انتم مطمنين بالاسلوب يلي بيتعاملوا فيه، وبالطريقه وبالاكتيفيتيز يلي بيعملوها. و يعني انتوا رح تلاحظوا على الولد بعد فتره تصرفاته، من كل شيء، من طريقه حكيه، من كلمات اللي بيستعملها كيف المدرسه. فحاسه بصراحه يعني توفقنا الحمد لله بالاختيار. شو اسمه الاشخاص يعني اللي بيشتغلوا هنيك كتير مناح كتير. وخصوصي المسؤولين يعني نفسهم، المسؤولين عن الأولاد هن دارسين لهذا الشيء وعم يشتغلوا هنيك. فالهي قلت لكم عنها قبل، الطريقة تبع المدرسة أو أسلوب المدرسة اسمه مونتسوري. إلهم هيك شيء أسلوب معين يعني إنه يعملوا فيه. المدرسة أو القسم تبعهم بيكون كله مخصص إنه الولد يعمل كتير شغلات لحاله. جوا قد حلو هيك، مكان ما بيغسلوا ايدهم إلهم درج، المغسل النازلة كتير بيعرف يغسل لحاله. فيعني الولد بصير كتير مستقل من عمر كتير صغير. واهم شيء طريقة حكيهم مع الأولاد يعني. أول فترة مو أنتم بتكونوا مع الولد يعني بتروحوا معه مثلا انه اول كم اسبوع، فانا كنت لاحظ تصرفاتهم مع الاولاد الثانيين او طريقة مثلا تعاملهم مع الاولاد الثانيين، طريقتهم كتير بتجنن، كتير منيحة اسلوبهم يعني. فبحس حالي مطمنة يعني انه ليوم بايدي امينة اكيد ما في شيء يعني انه بصير مثلي انا، بس مطمنة الحمد لله بصراحة. طلعت على البيت واكلت شوي، وهي الكيكه الترندي عم تناديلي وين ما رحت عم شوفها. فاتوقع رح نعمل الكيكه الترندي هلا يلي اسمها كيكه جوز الهند او كيكه برازيليه مدري شو. المهم عنا مشكله صغيره، جبت معي الاغراض اللازمه، شفت على الريسيبي وعرفت انه لازمني كان لازمني جوز الهند وكان لازمني حليب. بس هلا وقت رجعت اتفرجت على الريسيبي طلع كمان بدها حليب محلى، وما جبت بصراحة ولا عندي بالبيت. معلش نحط بس حليب ونحليه بالسكر، بزبط ولا لا؟ خبروني اذا بزبط، لانه هلا ما بقدر ليوم نايم يعني، ما بقدر هلا اجيب حليب. وعم فكر اذا عملتها هلا الكيكه بدها تبريد يعني، بدها تضل بالبراد مشان تطلع طيبه المسا، مشان ناكلها المسا. فما بعرف بصراحه اعملها بالهاي
بعمل حليب يعني عادي حليب وأدوب فيه سكر. أتوقع بتزبط. حليب محلى هو يعني إنه حليب وسكر. ليه ما استعملت عقلات؟ لا أنا حطيت بعقلي إنه هذا اللي لازمني، إنه لازمني بس جوز الهند والهي وحليب. بين ما تخبروني، لأنه أصلا هي من الخطوات الأخيرة، يعني بعد ما تستوي الكيكة وتطلع من الفرن بتتغمس بهذا الصوص. فرح نحضر الشغلات الثانية. بدنا جاط، وبدنا وحدة تانية تكون غميقة شوي. بدي شي غميق غميق. اوكي هاي بتزبط اتوقع. ناخذ هاي وحدة رح اعمل فيهم المواد الجافة، ووحدة الخلطة الثانية البيض والقصص. وجبت لعندي هون سكر، حليب، طحين، زيت، هدول تبع جوز الهند، وبيض. أنا من محبين الجوز الهند. نجيب كاسة، رح استخدم هاي الكاسة المعيارية يلي بستخدمها لكل شيء، يعني تقريبا هاي اتوقع 200 ملي، بين ال 200 وال 250. هاي انه دايما اللي بأي. رح احط هون طحين، كاستين طحين. الكاستين طحين ما عم يطلعوا، لازم اطلعهم بالمعلقة. كده كاسة. وقعت السكر. خليني انظف. ما حدا يبهدلني، بهدلت حالي. اوكي هيك قلت لحالي اوكي بهدلت حالي. المهم ما في داعي لكم شو قلت لحالي. بس خلصت التنظيف، يعطيها العافية. المكنسة هاي دقيقتين بتخلصوا كل شيء. حطيت اول شيء الراس الرفيعة اسحب فيها اللي تعلق، يعني انه اللي دخلت هيك بالاماكن. بعدين جبت العادي تبع الارض وسحبت فيها. وهلا اذا بدي فضيها، بما انه اكل سكر يعني، بفضيه بحاوية الاكل وبتخلص القصة. اوكي كاستين طحين، رشة ملح. بس ثواني اجيب ملح هون رشة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، كده وربع كاسة من الكوكونات. هيك صارت نص تقريبا، بس يلا نو بروبلم.
دول نعملهم هيك ونخلطهم، خليهم على جنب. سهلة ما بدها كتير شي على فكرة. اغلب المكونات دايما بتكون موجودة بكل بيت تقريبا لانه عبارة عن سكر وطحين وبيض. يعني 3 بيضات، فيكم تعملوها بالخلاط بس هون مشان اعملها على ناخد نص كاسة زيت. هلا الا الزيت، كل شي يوقع الا الزيت. ولي شو بهدلة. بسم الله. القطع عادي. نص كاسة. كانت الكاسة حتوقع. كله من عينكم ها. كاسة حليب، كاسة السكر اللي وقعناها منيح كلها ما طبت، ضل نصها. لا الكاسة كتير صايرة بتزحط لأنه مو حطيت فيها زيت، فخليني هيك أعمل أحسن ما أمسكها وتوقع. كاسة سكر، كان لازم أحط المواد الجافة بعدين الزيت، ومعلقة صغيرة فانيلي، احط الفانيلي دروبس يلي عندي مشان النكهه تكون اقوى. لا النكهه لازم تجي من جوز الهند مو من الفانيلي، فما في داعي. وقررت صبهم هون، فكرت كتير رح تطلع الكميه فخفت انه ما يكفي، فبما انه هلا امورنا تمام رح نصبها هون. عشان السكر اللي تحت انه يعني تكون الكمية صح. هيك الامور تمام. ورح شغل عليها هي شي 3-4 دقايق. الازعاج عفوا، شكرا. عم شوفكن عم تكتبوا لي انه ما بيصير الحليب حط له سكر ويصير حليب محلى. شو اعمل؟ ما في حد بيوصل لي على البيت وليوم نايم. خلينا نكمل هلا بعدين خلطت هاي المكونات. انه ليه ما هي ما فكرت فيها. شفت المكونات قلت اها اوكي بس ناقصني حليب و شو اسمها هي كوكونات. خفت والله. قلت صوت شو حمامة طالعة على الخيمة فعم بتطلع اصوات عم بتخربش هيك. رح اخلط هدول هون واحركهم بالايد هيك انه تحريكة بسيطة. عم فكر بحلول. شفت بديل الهاي قال لازم اعملها بالبيت ولازمني حليب باودر،
من وين بدي اجيب حليب باودر بالبيت؟ شو بدي اعمل الحليب الباودر بالبيت غير حليب ليام؟ استعمل حليب ليام يعني؟ عم اقول لحالي ليه في تكتلات. لازم يكون في تكتلات لانه فيها الكوكونات، انه ما راح تكون سموث. رح تحسوا اوكي خلطتهم منيح. هلا ليه صار عتمه؟ رح اطالع هي مشان اتوقع بدنا الكبيره صح؟ هي كتير صغيره بحس، خايفه تنفش وما لا خلص خلينا على السليم، خلينا بهي. حتى لو كبيره والكيكه ما كثير رح ترتفع اضمن. ما عندي اصغر من هيك. رح ادهنها زيت. نسيت لكم اني حطيت الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. واسهل طريقة نجيب شوية محرمة ونعمل هيك. ندهن هي الصينية بالزيت. فيكم تعملوها بالفرشة وفيكم تعملوها هيك.